لو ما تعرفش خليني اقولك ان الانسان مننا يقدر يعيش عطشان اسبوع وكمان يكون جعان اسبوعين ويعيش سنين حتى من غير سقف. لكن الانسان ده ما يقدرش يستحمل الوحدة لانها من اشد انواع الالم والعذاب النفسي، وده منطقي لاسباب كتير، اهمهم ان الطبيعة الانسانية طبيعة اجتماعية بحد ذاتها في الاساس، لاننا من غير بعض مش هنعرف نعيش مع بعض. في الفيديو ده هتناقش معاكم شوية بشكل بسيط على إجابة سؤال واحد: شعور الوحدة اللي بيجيلك كل يوم بالليل بعد ما يومك ينتهي ده يتسمى وحدة فعلا ولا انعزال إجباري؟ أنا آدم وده فيديو جديد هنتكلم فيه عن الوحدة، فمن غير مقدمات كتير يلا بينا نبدأ. يلا بينا يلا 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 يا حبيبي يلا 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 بينا يلا 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 يا حبيبي يلا. لما جاءت الحرية وجاءت النسبية جاءت الفردانية، لأن حرية زائد نسبية فردانية، كل واحد بالحالة. طيب إيش معنى بالحالك؟ بالحالي يعني أنا أستمتع لأن نسبية ما راح تفهمني أصلاً، وأنا حر ما أبغى أحد يضغط علي، لا عائلة لا أسرة لا قانون لا مجموعة ضابطة لي لسلوكي، فأنا حر وفرداني وحط السماعة في إذني وتشرنق حول اهتماماتي، والسوشيال ميديا تعطيني اهتماماتي وتعطيني اهتماماتي وتعطيني رموزي، لا تطلع بس من شرنقتك، إحنا نوفر لك كل شيء، هذا شيء جميل. لكن الحرية والفردانية لا تعطي الأمان أبدا أبدا. طيب في البداية الوحدة كفكرة بالنسبة لي بشوفها فكرة مرعبة جدا، علشان شعور الوحدة ده بيكون شعور إجباري نوعا ما مش اختياري. انت ما بتختارش تبقى لوحدك، أوقات كتير ظروف الحياة بتجبرك تبعد عن حياتك الاجتماعية والأسرية لأي سبب من الأسباب. كمان الظروف قادرة تدمر الجزء اللي باقي من علاقاتك بشكل بسيط جدا، والشكل ده هيكون باين في انشغالك الدائم بشغلك وأهدافك اللي بتسعى لها مهما كان شكل أهدافك دي عاملة ازاي. لكن ما بشوفش ان دي مشكلة بالأخص في وقتنا الحالي. خليني بس أوضح الفرق ما بين الوحدة والانعزال، علشان في ناس كتير بيختلط عليهم الأمر وبيفتكروا ان الاتنين مرتبطين ببعض لأن نهايتهم بتكون وحدة. ولكن خلينا نبدأ بالانعزال وأقولك ان الانعزال هو فعل اختياري من الإنسان بإرادته الكاملة، نظرا لانشغاله بمشاريع معينة في حياته أو أهداف عايز يحققها أو مجرد روحه من الناس بوجه عام. وده طبيعي، يعني بيحصل لنا كلنا في وقت من الأوقات، بنبقى عايزين نتيك اوف من كل حاجة وخلاص، أنا مش عايز أتعامل مع بني آدمين، أنا عايز أفضل لوحدي. باختصار شديد بيختار ياخد جنب من الناس اللي حواليه علشان تركيزه يتحول لحاجة أهم، ودي حاجة اسمها أولوية، شيئا فشيئا بالترتيب علشان حياتنا تكون متوازنة أكتر. لكن الوحدة وارد جدا تيجي بسبب البعد عن البشر لأي سبب إن كان. في أوقات كتير في أسباب اوت اوف نوير بتظهر لك بتخليك ان انت تمقت الحياة اللي انت بتعيشها وتقرر ان انت تبعد عن كل حاجة وتبقى لوحدك. لكن خليني اقولك ان الوحدة هي شعور اجباري بيجي للبني ادم، حتى لو حوالين الناس كلها على فكرة، حتى لو وصل لأعلى المراتب والنجاحات اللي في الدنيا، وأمثلة على ده كتير من فنانين ومشاهير اتكلموا عن الموضوع. وده بيكون ناتج لأسباب كتير، منها إن مفيش حد حواليك بيفهمك بشكل كويس مهما كنت على درجة من الذكاء والوعي، منها فشل، صدمة، فقدان لحد عزيز عليك. يعني باختصار ده شعور ناتج عن فعل عكسي لنتيجة أو توقع معين كنت مستنيه من الناس أو الحياة، فأدى لأنك تحس بأن ده مش مكانك، فتقرر تسيب كل حاجة فجأة وتروح تتقوقع في مكان مريح ليك. وبالنسبة لي أتمنى يكون مكان، علشان لو شخص، صدقني فقدان الشخص ده مهما كان السبب تأثيره عليك مش هيكون أحسن حاجة في الدنيا يعني. ماشي، خلينا ناخدك في استراحة بسيطة ولكن ليها علاقة بالموضوع شوية، ليها علاقة بمسلسل بلاك ميرور، لو حد اتفرج عليه هيفهم قصدي ايه. طيب احنا في ظل الحياة الإلكترونية اللي بنعيشها يوم ورا التاني بسبب تأثير التطور التكنولوجي اللي بيحصل، فكرني بحاجة ليها علاقة بمسلسل بلاك ميرور. بمناسبة بلاك ميرور، لو انت شخص طبيعي متفرج عادي يعني مش ناقد او ملزم ان انت تشوف المسلسل وشفت المسلسل كامل، فانا احب احييك من مكاني ده لاني ما كملتهوش.
شفت منه بعض الحلقات اللي بصراحة فورا جابت لي اكتئاب، لان كمان دي كانت في فترة تعبي، ودي مش احسن حاجة. يعني الناس اللي بتعاني من تعب او حاسة ان هي مش في احسن حال الفترة دي، فيا ريت ما تتفرجش على حاجة شبه بلاك ميرور، لان انا ما اعتقدش في حاجة شبهه. بس المهم يعني خلينا نرجع لموضوعنا. بلاك ميرور بسبب واقعيته الشديدة في تصور المستقبل الرقمي، وبالاخص تأثير العالم الافتراضي على العالم الحقيقي لدرجة وصل فيها الناس لانعدام الاحساس. خلينا اجرب معاك حاجة كده. جرب كده تقفل موبايلك دلوقتي، مش تعمله شات داون، اقفله عادي من زرار اللوك وارجع كمل الفيديو. لا لو ما عملتش كده اعمل فعلا، لان دي حاجة مهمة في منها غرض. عملت؟ طيب انت دلوقتي ما شفتش حاجة غير شاشة سوداء شبه المراية بيظهر فيها وشك بس، صح؟ بكل بساطة هي دي فكرة المسلسل، وغرضي من ذكره اننا مسحولين في السوشيال ميديا لغاية ما قربنا ننسى السوشيال لايف كانت عاملة ازاي. حتى فكرة اللحظات والميموريز بشكل عام بقت خالية من الحقيقة. وبدون اهانة والله ما قصدي حاجة، يعني مش قصدي حاجة لحد بعينه غير بقى اللي على راسه بطحة، يعني ده بوجه له اهانة عادي. اللحظات اللي احنا بقينا بنعيشها بقت علشان الستوريز والستريك وخلافه من مصطلحات ما بتضيفلناش حاجة غير عدم احساسنا بالوقت اللي بيعدي منا، وعدم تقدير الوقت ده مع الناس اللي بنحبهم بالذات بيكون سبب كبير في اننا نحس بالوحدة في نهاية اي يوم، حتى لو اليوم ده مليان تفاصيل. واحدة واحدة معايا، تخيل نفسك قاعد مع ناس وماسك الموبايل طول الوقت، وبغض النظر عن السبب ايه، لان الناس دي لو ما بتحبهاش ومش مهمة بالنسبة لك اظن ان انت مش هتقعد معاهم يعني. فخلصت القعدة وروحت، تفتكر هتحس بايه؟ بالعكس، تأثير هيكون سلبي، والله اعلم ممكن يوصلك لأني مرحلة تحس فيها بالوحدة. قيس بقى المثال البسيط ده على كل المواقف: قاعدة مع أهلك، خروجة مع أصحابك، سفرية لمكان جديد، شغلك، وحاجات كتير هتلاقيك بتأثر فيها بشكل أو بآخر يعني. ويمكن تبقى في اللاوعي عندك وتتحول نوعا ما بوعي انت مش واخد بالك منه. باختصار شديد انا بناقش مشكلة انا نفسي بعاني منها وبحاول اعالجها بقالي شوية حلوين، لان في النهاية احنا هنعيش يومين يعني، فاهم حاجة؟ يعني نعيشهم حلوين ونوعا ما عارفين نبسط نفسنا ونكون مستريحين، يعني نعيشهم في هم وغم وسواد من السوشيال ميديا وخلافه. وعلى فكرة انا بشوف ان مدمن السوشيال ميديا مفيش فرق بينه وبين مدمن المخدرات، باختلاف تأثير كل حاجة منهم على البني ادم. الاتنين اسوأ من بعض والاتنين مدمنين، يعني محتاجين لعلاج. فانت طبعا دلوقتي هتقولي يعني اعمل ايه؟ طيب بعد ما خدتك معايا في النقاش البسيط ده، احنا هنطلع بثلاث حاجات مهمين جدا بالنسبة لي: اللايك، السبسكرايب، والشير. حبايبي اشوفكم الفيديو الجاي. المهم انه احيانا الانسان مننا بعد نهاية كل يوم، خاصة في الايام الصعبة والمتعبة، هو ما بيدورش على حاجة غير على مكان يرتاح فيه، مكان يكون له مصدر امان وراحة، شخص يحتويه ويحتوي غضبه وهمومه طول اليوم. بس نقطة. الموضوع ابسط من كده يعني. ممكن تشوف ان حاجة زي دي عادي، يعني ايه المشكلة؟ يعني انت ضفت لي ايه جديد؟ هي حاجة طبيعية جدا يعني، هي حاجة طبيعية. بس صدقني فعلا الطبيعي دلوقتي ما بقاش يتعاش بسهولة، او احنا من كتر الزحمة والوقت اللي بيطير مننا ما بقيناش عارفين نعيشه. خليني اختم كلامي واقول لك ان الوحدة والانعزال وجهان، لكن مش لنفس العملة. الوحدة شعور مرضي ممكن يسبب اكتئاب، ولو ما تعالجش في اقرب وقت ممكن يؤدي الى كوارث. والانعزال قرار مش سهل ابدا للانسان ياخده، يا بيكون قرار بخطوات واضحة لفعل سامي وفي حياتك تكون افضل مما هي عليه، يا بيكون قرار طفولي بيؤدي بيك لوحدة وهمية بتحسسك بانجازات مش حقيقية بالمرة. لكن قبل ما امشي انا عايز اسألك سؤال مهم جدا: ناوي تضيع وقت تاني في جدالات مش بتاعتك، ولا هتختار تعيش اللي باقي من وقتك بشكل افضل عن اللي كنت عليه قبل كده؟ بس استنى ردك
وتعالى نتناقش في الكومنتات. عامة انا بحب النقاش جدا، ولو عندك اي اقتراحات لاي توبيك او موضوع حابب ان احنا نناقشه في الحلقات الجاية، اتمنى جدا ان انت تعمل ده. يلا سيبك انا دلوقتي واشوفك الفيديو الجاي. سلام. You know what surprised me the most?